عن قضيتنا. مشكل الصحراء هو أساسا مشكل داخلي مغربي. ولكن في ثم نتكلم عن الانعكاسات الدولية والخارجية. لا، تؤكد أنه فعلا مشكل مغربي نعم. ليس مغربي جزائري. مغربي. لماذا الحديث طيلة هذه السنوات بأن المشكل الصحراء نزاع مفتعل كما أكد جلالة الملك في خطابه الأخير؟ سنأتي إلى ذلك. نعم. نعم. لا لماذا نقول أنه باستمرار في الخطاب الرسمي المغربي وخطاب القوى الوطنية أن المشكل مغربي جزائري؟ أنا نقول لك علاش. لأن حينما تكونت جبهة البوليساريو في الزويرات عام 73 مايو 73، في الأول احتضنتها ليبيا، ثم احتضنتها الجزائر لأسباب مختلفة، لأن الجزائر كان عندها نزاع مع المغرب فيما يتعلق بالمصادقة على الحدود. لم يصادق آنذاك المغرب على الحدود أي اتفاقية إفران أو تلمسان، على اتفاقية تلمسان، وهذا دخل الشكوك في الجزائر لا شك. وبطبيعة الحال كان جو متكهرب ما بين الدول العربية، وكان في زمن الحرب الباردة كان المغرب يعتبر بأنه دولة رجعية ملكية رجعية، ودول أخرى تعتبر تقدمية، فأنهارت كل هذه الأفكار الإيديولوجية فيما بعد. لكن أساس المشكل الصحراوي هو مشكل داخلي وقعت فيه تداخلات أجنبية فيما بعد. طيب، ولهذا علينا نحن كمغاربة أن نحل أولا عقدتنا الداخلية، أن يقع التصالح التاريخي، وهذا هو ما فعله جلالة الملك محمد السادس ولم يفعله ملك قط من قبل. هو التصالح الداخلي في العيون، ليس في الرباط ولا في فاس ولا في أكادير، وإنما في العيون. جلالة الملك أتى ليقول للصحراويين ما مضى انتهى، وسنفتح صفحة جديدة أكتب فيها ما تشاءون. خلينا نقول رشيد، شريطة فقط أن تكون هذه الصفحة داخل السيادة المغربية. صرحتم عقب تعيينكم مباشرة نعم. بأن الخطاب 25 خطاب الملكي ديال 25 مارس، سأرجع إلى قضية الجزائر. هذا الخطاب كان مصالحة تاريخية بين الإدارة المغربية وسكان الأقاليم الجنوبية. نعم. هذه المصالحة يعني هناك خصام. ما هي الأسباب التي كان عليها الخصام؟ منذ 56. اسمح لي. 1 2 قلتم في حوار أيضا صحفي بأنه من بعد 91 إلى الآن كان هناك مرحلة فراغ سياسي هو اللي خلق المشاكل. نعم. نود أن تحدثنا بوضوح ما هي أسباب الخصام بغض النظر عما قلته قبل قليل، وما هي الأسباب التي خلقت الفراغ السياسي. كان سؤالك الأولاني اللي قلت بزاف. أولا الخصومات هي منذ 56 مع الإدارات مختلفة لأسباب مختلفة. أنه الصحراويين لم يحسوا على الأقل أنهم عملوا معاملة جيدة، أو أن مكانتهم في المغرب مضمونة، أو أن لهم الاحترام الكافي، أو أن لهم التقدير الكافي. وهذا كان هو أسباب الخلاف الأصلي الذي أدى إلى تكوين جبهة البوليساريو. ثم بعد التحرير أي بعد 75 كانت هناك مشاكل، كانت هناك مصادرة، بل كان هناك يعني مصادرة لإرادة أبناء الصحراء، كانوا يرضخون تحت وصاية ثقيلة جدا، وهذه الوصاية ترتب عنها عدم الثقة، وعدم الثقة ترتبت عنه المشاكل السياسية. المصالحة التي نتكلم عليها عن ما بعد 25 مارس هو أنه أعلى سلطة في البلد اللي هو جلالة الملك الضامن للحريات والضامن لحقوق الأفراد والجماعات جاء إلى الصحراويين ليقول لهم أنا أقر بأننا الإدارة ستصالح نهائيا، وأنتم جزء لا يتجزأ ليس فقط ترابيا، لأن هناك مقالطة في قضية الوحدة الترابية. ولهذا من أساس المهمة التي كلف بها المجلس هو أنه مكلف بمساعدة جلالة الملك في الحفاظ على الوحدة الترابية أي من طنجة إلى القرى، ولكن كذلك على الوحدة الوطنية، أي أن الصحراويين ليس فقط التراب الصحراوي هو المغربي، وإنما كذلك الصحراويين جزء لا يتجزأ من المغرب، ولهذا يجب أن تكون لهم مكانة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية مضمونة لا تزول حسب الظروف أو حسب أوهام البعض، وأنكم إلى جانبي. هذا هو الخطاب الذي أثر على الصحراويين وجعل أن 25 مارس ما بعد هو فترة أو
وقت تاريخي. غير اللي سمعك السي خليل هنا رؤيه غادي نوصلوا لها لا اللي سمعك دابا السي خليل هنا وهذا الخطاب ديالك كيقول بان انت كنت محارب وبالتالي كنت مع انك كنت جزء من هذه السلطه اللي كانت كتمثل الوصايه، ولم نسمع صوت خليل هنا يعترض على الاعتقالات وعلى الاختطافات اللي قلعت لا علي هذا ليس صحيح. لا انا كنت بلاتي انت كنت ما بين الفتره يعني اسمع ما انا كنت في الفتره التي كنت وزير كنت وزير ل 12 سنه صحيح. يعني ما يعادل 17 سنه 17 سنه ما يعادل 4 المرات ديال ولايه في امريكا، ولايه الرئيس في امريكا. صحيح في حكومات مختلفه يعني. وبالتالي لماذا لم تحتج انذاك على الوصايه؟ لم نسمع هذا الخطاب يعني قبل 25. ما الذي حدث بين ليله وضحاها؟ يعني اولا انا ذاك بين 25 الجريده الاخرى ما كانش موجود انذاك. اسمع بلاتي الجريده الاخرى ما كانش موجوده ذاك الوقت. لا يهم نحن نتحدث عن القضيه. لا بلاتي اولا انا كنت في الفتره التي كانت فتره الحرب، وللحرب قواعد. كان الحرب لم تكن هناك لا حوار وداخل هذا الحرب كنت مكلف بمهمة معينة هي تنمية الأقاليم الصحراوية وبالمهام الدبلوماسية في الدفاع عن القضية. إذا كانت مهمة، ولكنني كنت أدافع عن مكانة الصحراويين، وكنت أدافع عن عدم الاعتقال، وخرجنا كثير من الناس وجعلنا الأمور تسير أقل سوءا، لكنها كانت سوءا لاسباب اخرى يعلمها الجميع. سيد الرئيس اذا سمحتي لي، وليس فقط مشكل نحن اللي كان مصادر مشاكل اخرين كان. الان المشكل مغربي نعم في اكبر اجزاء، والمصالحه مع الطرف الاخر. نعم هذاك الطرف الاخر اللي كتكلم عليه الان غادي نتصالحوا معاه السيد الرئيس. نعم تيقول لك على انه دوله قائمه الذات، عندها الجيش ديالها، عندها الاجهزه ديالها، كتقوم بالانشطه الدبلوماسيه والاعلاميه ديالها، معترفه بها 80 دوله. ما عم غتصالح السيد الرئيس؟ لا هذه خرافه. لا هناك دوله ولا هم يحزنون. هناك منظمه اسمها منظمه جبهه البوليساريو. يقولوا السيد الرئيس لا يقولوا بالله انا محرره تفاريتي يا السيد الرئيس. تفاريتي ما كاينش تفاريتي غير الصحافه ديالنا اللي كبرتها. تفاريتي ناس جابوا قشاوشهم من تندوف ورجعوا قشاوشهم بعد انتهت الحفله صافي ما كاينش ما موجودش لا يعني الذين لا يعرفون المنطقه ما يعرفوش هذه القضيه. ما في تفاريتي ما ترسمش بشكل كاريكاتوري ما ترسمش بشكل كاريكاتوري بعض الاحداث اللي مهمه في الوضع ديال الصحراء. هو اسمح لي بوليساريو كاريكاتوري جاو التفاريتي فعلا انتهكوا القانون الدولي واستفزوا المغرب، وكان اعتبروا احنا الزياره الملكيه للاقاليم الصحراويه بمثابه رد مسؤول وكبير على هذه العمليه. لا اسمح لي الزياره الملكيه ليست ردا على تفاريتي. من بين الاهداف ديالها رد على تحريض الجزائر لاقامه الاحتفال بذكرى ما يسمى بجمهوريه الوطن في المنطقه. تفاريتي بلاتي تفاريتي من يعرف تفاريتي؟ الاحتفال ديال فاريتي كان هو اقل، الذي يعرف احتفالات البوليساريو كان أقل شأنا من جميع احتفالات البوليساريو سابقا. لم يكن فيها ذيك الأمور كلها اللي كانت الأبهة اللي كانت. العملية ديال تفاريتي كانت عملية دعائية ليقولون بأنهم ما زالوا موجودين. 80 دولة السيد الرئيس ما فيها 80 دولة، ما في 80 دولة. أكثر شيء يعترفوا الآن بالبوليساريو هو 35 دولة، وغالبيتها دول فيها مشاكل أو جزر في المحيط الهادي. والجمهورية العربية الصحراوية لا وجود لها. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية توجد فقط في الانترنت ومقعدها في فرابوني الاتحاد الافريقي السيدة. لا هذا نتكلموا على غنتكلموا يعني فعليا المعايير التي تحدد وجود الدول لا تنطبق على الجمهورية الصحراوية الديمقراطية. هي ليست لها أرض، ليست لها شعب، ليست لها إدارة، ليست لها مقومات السيادة. وما تيقولوا السيد الرئيس حرروا التفاريت. لا هذا شوف أنا سكان المخيمات يستمعوننا إلى الآن وهم يعلمون علم اليقين بأنه ما فيه جمهورية، فيه منظمة سياسية عسكرية اسمها البوليساريو توجد في مخيمات، وهذه المخيمات توجد كلها في التراب الجزائري.